لايك وشير كتير بالله عليك، استحلفتك بالله للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ومحدش يبوظ حاجته. الحاجات غاليه يا جماعه. صباحكم فل وجمعة مباركة عليكم يا رب. بصوا تعالوا نجرب الطريقة اللي هي بتفك التجميد بتاع الحاجة. هما بيقولوا في 10 دقايق، لا انا هديها ربع ساعة من عندي. تمام. بصوا ده كيس لحمة زي الحجر اهو، سامعين؟ بصوا كيس لحمة زي الحجر اهو، نسيت اطلعه من امبارح. تمام. تعالوا بقى اوريكم طريقة، هقول لكم المكونات اللي هحطها وهقول لكم هل فعلا هتعمل نتيجة في ربع ساعة ولا كلام على الفاضي. تمام. اول حاجة عندي هنا بولة فيها مية فاترة من الحنفية عادي. تمام. هحط فيها معلقة كبيرة من الملح، وهحط فيها حوالي كده ربع كوباية من الخل. تمام. هقلبهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. مية فاترة يا جماعة من الحنفية. هنزل الكيس، اوعي تحطي تفك اللحمه او الفراخ او اي حاجه من كيسها، لا احنا عايزين كده اهو بالشكل ده. لزيادة التأكيد لازم عندي هنا بوله. تمام. بدل ما تقعد تطلع وتنزل، فعملت عليها تقيله. هصلي الجمعه وهرجع لكم بقى تاني نشوف بقى الدنيا فين. رجعت لكم بعد ربع ساعه، اقسم بالله بعد ربع ساعه، يا دوبك صليت الجمعه بس. تعالوا بقى نشوف النتيجه. بسم الله. الكيس اللحمه اهو. اول حاجه طبعا دخلوا شويه ميه صغيرين. هما بيقولوا 10 دقايق. طيب بصوا اللحمه ما فكتش. بصوا قدام منكم طبيعي اهو، عملي اهو، اللحمه ما فكتش. كل اللي حصل ان طبقه التلج اتشالت من عليها. تمام. وكمان الكيس دخله ميه حلو كده، دخله شويه ميه صغيرين، هما مش كتار. طبعا الميه فيها خل وملح وده غلط. تمام كده. يبقى زي ما انتم شايفين كده اللحمه ما فكتش خالص. بصوا والله العظيم اهو. بصوا انا بعمل باقصى ما عندي. بصوا بحاول افتحها من بعض ما بصوا زي ما هي كتله. وكمان الكيس دخله ميه وده غلط، ان اللحمه يطولها اي ميه عشان المجلوبين بتاع اللحمه كده هيضيع ويروح في 60 داهيه. مش اي حاجه تشوفوها على السوشيال ميديا تجربوها. مش اي حد بيقول اي كلام نمشي وراه وخلاص. تمام. انا عارفه ومتاكده 100% ان الطريقه دي فاشله ومش ناجحه، ولكن انا حبيت ان انا اوريها لكم صوت وصوره قدام عينيكم عشان تصدقوا، ما تمشوش ورا الترندات. مش اي حد عايز يعمل فيديو بمشاهدات يخليكم تبوظوا حاجه. كيلو لحمه زي ده لو باظ منك ونزلتيه في ميه هتعرضي نفسك ولولادك لاكبر خطوره ممكنه. سيبوا الحاجه من قبلها بليله او من الصبح الجو حر، حطوها على اخر رف في التلاجة او طلعوها بره لو انتم مستعجلين عليها قوي تفك طبيعي. تمام. انما الترندات دي حاجات فاشله وما تجربوهاش. بحبكم في الله. لايك وشير كتير بالله عليك، استحلفتك بالله للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ومحدش يبوظ حاجته. الحاجات غاليه يا جماعه. بحبكم في الله. جمعه مباركه عليكم. كنتم مع شيف هدير.